كان في بنت حلوة اسمها نجوى بتحب مامتها ومامتها بتحبها. كل يوم تسرح لها شعرها وتعمل لها ضفيرة بشريطة حمراء. وكانت جدتها أم مامتها ساكنة في بيتها بعيد بعيد في آخر الجنينة. كل يوم نجوى تاخد لها الأكل وتخبط عليها وتقول لها صباح الخير يا جدتي. ترد جدتها صباح النور يا وردتي يا بنت بنتي. تفرح نجوى الحلوة. كانت ماما تقول لها يا نجوى وانتي رايحة لجدتك تمشي على طول، لا تكلمي دول ولا دول، واللي يقابلك ولا يندهلك طالما مش عارفاه ما تتكلميش معاه، وما تروحيش للغابة عشان الثعلب المكار بيستخبى بين الأشجار ويمشي ورا الصغار. تقول لها حاضر يا ماما. وفي يوم نجوى كانت عايزة وردة تديها لجدتها، بصت للغابة وقالت في ايه يعني لما ادخل الغابة واخد وردة اديها لجدتي؟ هو يعني الثعلب المكار موجود ليل ونهار؟ يا خسارة، نسيت نجوى نصيحة مامتها ودخلت الغابة. قعدت تتفرج على الأزهار والفراشات، وفجأة ظهر لها الثعلب المكار. قال لها يا حلوة انتي رايحة فين؟ قالت له أنا داخلة أجيب وردة حلوة عشان أديها لجدتي. قال لها طيب امشي في الطريق ده على طول هتوصلي لبيت جدتك على طول. ومشيت نجوى في الطريق اللي الثعلب قالها عليه. ضحك الثعلب المكار وقال أنا لازم أكل البنت دي هم. نجوى اتأخرت جامد على جدتها، وجدتها قلقت عليها. أخدت عصايتها اتسندت عليها واحدة وراحت لبيت بنتها تشوف نجوى اتأخرت ليه. وبعدها وصل الثعلب المكار لبيت جدتها. دخل بيت جدتها واتغطى بملايتها ولبس نظارتها وعمل نفسه إنها جدتها. نجوى وصلت أخيرا وقالت لجدتها زي كل يوم صباح الخير يا جدتي. رد الثعلب وقال صباح النور يا وردتي يا بنت بنتي. استغربت نجوى الحلوة وقالت جدتي يا جدتي صوتك متغير ليه؟ قال لها أصل أنا بردانة شوية. نجوى قالت جدتي يا جدتي ودانك طويلة كده ليه؟ قال لها عشان أسمعك أكتر. قالت لها جدتي يا جدتي عينيكي حمرة كده ليه؟ قال لها عشان شايفة فستان أحمر. قالت لها جدتي يا جدتي مناخيرك طويلة كده ليه؟ قال لها عشان أشم الورد اللي على فستانك الأحمر. نجوى بصت وقالت يا خبر جدتي يا جدتي سنانك بقت كبيرة قوي شبه سنان الثعلب المكار. قال لها عشان أكلك هم. جريت نجوى وحدفت سبت الأكل عليه. قامت كعبل فيه وهي بتجري وتقول الحقيني يا جدتي الحقيني يا جدتي. جدتها كانت وصلت هي ومامتها، أخدتها وقالت تعالي هنا بسرعة. والثعلب المكار جري ونط ووقع في البير. جدتها قالت ايه اللي خلى الثعلب يجي هنا؟ نجوى قالت وهي بتعيط أنا اللي كلمته، أنا اللي عرفته. لو كنت سمعت كلام ماما ومشيت على طول وما كلمتش دول ولا دول، وماما قالت لي ليه قبلك ولا يندهلك طالما مش عارفاه ما تتكلميش معاه وما تروحيش الغابة. جدتها ردت وقالت لها تاني مرة لازم نسمع كلام ماما واللي تقول عليه ماما. لو عجبتكم القصة قولولنا في الكومنتات نعمل زيها تاني ولا لأ، وما تنسوش اللايك والشير وتعملوا لنا متابعة عشان يوصلكم باقي قصص أبطالنا.